السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده عشان البنات الحلوة والشباب الحلوة اللي لسه داخلين جديد في مجال الشغل، اتخرجنا واشتغلنا، وحتى الناس اللي عندها سنين كتير خبرة. عايزة اقول لكم انه انت لما تبقى شايف مديرك بيعمل حاجة مش منطقية، بيعمل حاجة مش لا 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 انا عندي خبرة في اماكن تانية والمفروض ما نعملش الحاجة دي بالطريقة دي. شايف مديرك بيطلب حاجة وتحس انه ايه اللي هو بيقوله ده، ايه اللي هو بيطلبه ده، هو ليه مش حاسس بينا؟ انا عايزه اقول لك على حاجه. انت مفروض انك تسمع كلام مديرك، لو عندك فكره هتناقشها معاه او هتعرضها عليه، وبعدين سواء قبل بيها او رفضها انت ما عندكش مشكله خالص انك هتنفذ اللي هيتقالك. ليه بقى انا هنفذ اللي هيتقالي سواء فكرتي اتقبلت او اترفضت، سواء كلامي اتسمع او ما اتسمعش او ما خدتش فرصه ان انا اعرض فكرتي؟ لانه ببساطه جدا انت مش المدير. مش بقول كده عشان اقلل منك، بالعكس، هو المدير اتحط في المكان ده، اتحط في البوزيشن ده، اتحط في الكرسي ده لانه عنده خبرات معينة، او لان الظروف خلته بقى مدير يعني في الوقت ده، وهو معلوماته مختلفة تماما عن معلوماتك، امكانياته مختلفة تماما عن امكانياتك. يعني هو انت مش مكانه. اللي انا قصدي اقوله ان انت مش مكانه، انت مش عارف هو ليه اخد القرارات دي، وهو مش لازم يبرر. يعني في مديرين ما بيتكلموش، بياخد قرار والكل مطلوب منه انه ينفذ القرار ده وخلاص، من غير كلام ومن غير مناقشة. فانت بتبقى متضايق لانك حاسس انه مصلحة الشغل ليها في ممكن حاجة تانية نعملها فهتكون في مصلحة الشغل، في ممكن طريقة تانية لو استخدمناها هتكون في مصلحة الموظفين. فانت مش مكانه، وانت مش شايف بنفس طريقة الرؤية اللي هو شايفها. عشان كده انت محطوط في مكانك موظف، عندك مدير، لازم تسمع كلام مديرك وتحقق التارجت بتاعه هو، مش التارجت بتاعك انت، لان هو شايف اكتر منك، ووجهة نظره اوسع من وجهة نظرك، وامكانياته يعني انت ما عندكش علم بيها، انت ما تعرفش افكارك دي هي ينفع تتنفذ في الوقت الحالي ولا لا. عشان كده يا جماعة، بكل صدر رحب وبكل سعة صدر اسمعوا كلام المديرين بتوعكم، لان هم شايفين اكتر، ولان هم اتحطوا في البوزيشن ده علشان هم عندهم وعي اكتر وعندهم خبرة اكتر. وانت قدام شوية مع السنين، مع الوقت هتكتشف ان انت لما سمعت كلامه ده كان الحل الافضل، وهتكتشف ان انت لو في مدير انت ما سمعتش كلامه او حاربته او عملت عداء معاه، هتكتشف ان ده ولا كان في مصلحتك ولا في مصلحته ولا في مصلحة الشغل. اسمعوا كلام مدراءكم واحترموهم، ويعني خليكوا واثقين ان ربنا مش هيضيع تعب حد، حتى لو كانت فكرتك انت هي اللي صح، حتى لو كانت وجهة نظرك انت هي اللي صح، ما زلت انت لازم تسمع كلامه ولازم تنفذ طلباته هو، لان هو اللي محطوط في البوزيشن ده مش انت، لان هو رؤيته مختلفة عن رؤيتك. ربنا يوفقكم جميعا في شغلكم.